المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخابزة ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إتسميني ترى طوجرة ترى. الحالة الثانية وجر قبحة. عندما يكون الفعل في الجملة في حالة المتعدي تتصل الدالة بالفاعل أو المبتدأ، بينما الدالة تتصل بالمفعول به. لاحظ أيضا بأن تغيير ترتيب الفاعل والمفعول أو المجرور مع بعضهما في الجملة لا يغير من المعنى طالما أمكنة اتصال الدالتين ثابتة. كما في اللغة العربية، فإن الأسماء في اللغة الشركسية يمكن تصريفها، وإنما يتم ذلك عن طريق الأحرف المتصلة بآخر الأسماء، تعرف بأنها دالات أو أدوات الحالة الاسمية، وهي م. بالنسبة لي سيأوى ووجر، طبعا يتغير نوع الفعل المرافق في الجملة حسب الحالة الاسمية في الجملة. خلاصة عن الحالتين سيأوى ووجر: 1. إن الدالة في الجملة تتصل مع اسم الفاعل أو المبتدأ عندما يكون الفعل في حالة اللازم في الجملة، ويمكن أن يقارن باللغة العربية كحالة رفع، والدالة تتصل بالاسم الذي هو بوضع اسم المجرور، علما بأن اللغة الشركسية لا تميز بين حالة نصب أو جر. 2. إن الدالة في الجملة تتصل مع اسم الفاعل أو المبتدأ عندما يكون الفعل في حالة المتعدي في الجملة، ويمكن أن يقارن باللغة العربية كحالة رفع أيضا، والدالة تتصل بالاسم الذي هو بوضع المفعول به. 3. قد يكون هناك اسم آخر في الجملة حالة وجر تتصل به الدالة ويأخذ دور اسم المجرور. انظر إلى الأمثلة التالية: حبس الولد القط في البيت، جالم چتور ونم ريش أحغ. اصطاد القط العصفور في الحديقة، چتوم بزور خاتم قشيوتغ. تصريف أسماء العلم. قوات أوناي ما يزوجن. 1. تصريف أسماء العلم المنتهية بالأحرف الساكنة. قوات أوناي خو مقزراش جو خغما يزوجن. في هذه الحالة يتم التصريف فقط للحالتين: الحالة لج والحالة غونف. سيأصبق ميقاب محمد عاسيت. وجر صبق ميقاب محمد عاسيت. لج صبق ميقابج محمد عاسيت. غونف صبق ميقابو محمد عاسيتو. 2. تصريف أسماء العلم المنتهية بالأحرف الصوتية المشددة النبرة. قوة أونايخو تيقزز تيفر مقزيش أو خغمة يا زوجن. في هذه الحالة يظهر التصريف على جميع الحالات الأربعة: سيأصبق، قارر، قرر، حيسر. وجر صبق، قارم، قرم، حيسم. لج صبق، قارمجة، قرمجة، حيسمجة. غونف صبق، قارو، قرو، حيسو. طريقة اتصال السابقة ضمائر الملكية بالأسماء: زيت سبابجر، ثبسابو قوات أكم، قزاب حجر. ضمائر الملكية ليست كلمات تامة، بل تكون كسابقة عندما تتصل بالاسم، ويمكن تقسيم هذه السابقات ضمائر الملكية إلى مجموعتين: 1. المجموعة الأولى ضمائر الملكية للأشياء، في حالة المفرد تكون بشكل سي، وي، يي،
ولحالة الجمع تكون بشكل تي، شي، يا. 2. المجموعة الثانية، وهي ضمائر الملكية التي تعود إلى الأقارب وإلى أعضاء الجسم. في حالة المفرد س، ز، ف، ه. في حالة الجمع ت، د، ش، ژ، ها. في بعض الكلمات نضطر إضافة ه إلى الضمير س لإظهار المعنى بشكل صحيح. انظر الفرق بين عيني ويدي. أمثلة: س، سنا، عيني. س، سأ، يدي. الضمير، الكلمة، الضمير زائد الكلمة: سي، ش، سيش، حصاني. وي، مز، ومز، غابتك. تي، ونا، تيونا، بيتنا. شي، تخل، شي تخل، كتابكم. يتخل، يتخل، كتابه. يا تخل، يا تخل، كتابهم. س، ش، ش، أخي. ف، ت، ت، سنك. ت، ج، ج، فمنا. ت، شح، تشح، رأسنا. ش، لاقكر، شلاقكر، أرجلكم. ب، شح، بشح، رأسك.